بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية تعلمك بلندر أو ال 3 دي بوجه عام يقابلك مشكلة كبيرة إنك تكون بتتعلم وفي نفس الوقت حاسس إن مفيش أي تحسن في مستواك. ده يرجع لأن أنت بتختار حاجات أعلى من مستواك وتبدأ تتعلمها. فده بيصيبك يعني في بعض الأوقات كده بالإحباط. فإن شاء الله هنقدم مع بعض في السلسلة البسيطة دي حاجات بسيطة جدا وتبقى أقرب إلى الواقعية بدرجة يعني معقولة، مش هقول يعني حاجه كويسه جدا، ولكن هتحسسك بنفسك باللي انت بتتقدم، بتديك ثقه في نفسك شويه. وده اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض. هنعمل مع بعض ان شاء الله شويه الشيبس اللي طايرين في الهواء دول مع بعض. الموضوع سهل وبسيط ويلا بينا ان شاء الله. بسم الله. هنيجي هنا عشان نبدا على نظافه، نمسح الحاجات الوحشه اللي مضايقانا دي ومزعلانا ومزعله الناس كلها معانا. تمام. نضغط شيفت ايه عشان نجيب البلان الجميله بتاعتنا. تمام. نضغط على 7. طيب نرجع بقى للايديت مود هنا كده، وبعدين عايزين نجيب كنترول ار، نعمل 3 كده. نفس الموضوع كنترول ار، نجيب معاك واحده كده، كليك يمين او ممكن تيجي من هنا وتجيب 3. المهم عايزين نطلع معانا بالشكل اللي قصادك ده. هنحدد الحواف الجميله دي. تمام. وبعدين نيجي من مش نختار اختيار اللي هو تو سفير، نتحرك شويه بسيطه بالماوس كده، حاجه خفيفه. انك لو حركت جامد هتقلب معاك لدايره. نرجع تاني كده، شغاله معانا كده. تمام. هنضغط على A عشان نحددهم كلهم، بعدين اس واي شكلها طويله كده شويه، وبعدين نحدد الجزء ده والجزء ده، وبعدين اس، وبعدين نضغط على اكس وقرب المسافه كده شويه. جميل. هناخد الجزء ده، حدد بقى الاربع نقاط دول، بعدين اس اكس كده، حاجه خفيفه. تمام. تمام. ارجع تاني للاوبجكت مود واختار من كنترول ايه، اختار اسكيب عشان نثبت الابعاد بتاعتنا كده. لحد دلوقتي كده الدنيا ماشيه زي الفل. ارجع تاني للايديت مود، اضغط على رقم 7، هنحدد الجزء ده كده، والجزء ده برضو نفس الموضوع الناحيه التانيه، واضغط جي زد ويطلع لفوق شويه زي الفل. تمام. اضغط على 1 عشان يجيب لك الجنب من هنا، وبعدين اختار اللي هو الاكس راي، حدد الجزء ده والجزء ده، بعدين جي زد اطلع لفوق شويه. جميل. حدد برضو الحاجه اللي جوه دي، جي زد اطلع لفوق حاجه بسيطه. تمام. نرجع كده، ارجع تاني للاوبجكت مود، الشكل معانا شغال. طيب عايزين برضو نفس الموضوع من الجنب من هنا، نضغط على اكس كده، نضغط على نفس الجزء، ارجع تاني للاوبجكت مود او للايديت مود قصدي. تمام. نيجي تاني للاكس راي هنا، جي زد، حدد ده وارفع شويه بسيطه، وده نفس الموضوع جي زد نفس الموضوع. بص كده، ارجع تاني الى حد ما قربنا شويه. طيب هنحدد الشيبسيه اللذيذيه بتاعتنا دي. طبعا احنا الشيبسيه هنا المقصود بقى رقائق البطاطس عشان بس خليك ما اروحش بعيد. بعدين كنترول 3، عملنا ايه بقى؟ سب ديفيجن سيرفيس، احلى سب ديفيجن سيرفيس عشان خاطر كان محترم. بعدين كليك يمين، شاد اوتو سموث، حاجه كده زي الفل. طيب انت لما تعمل سب ديفيجن سيرفيس من كنترول بعدين 3 او 2 او 4 على حسب ما انت عايز، او تيجي هنا تختار من هنا من اد موديفاير، تختار السب ديفيجن سيرفيس اللي انت عايزها وتتحكم طبعا فيها من هنا زي ما انت عايز. تمام كده زي الفل. عايزين ندي رقائق البطاطس بتاعتنا دي ايه؟ سمك. هنيجي هنا جنريت ونختار سوليديفاي، السمك الجميل، تتحكم في السمك زي ما انت عايز من هنا، زي ما انت عايز بقى. ادي عندك دي البطاطسيه بتاعتك انت حر فيها. جميل. عايزين نعمل زي نظام شويه ايه، انحناءات او كيرفات كده، حاجات خفيفه عشان تظهر يعني ما فيش بتاعت شيبسيه بتبقى كده يعني ملساء للدرجه دي.
فهنيجي هنا اد موديفاير، نيجي على الديفولت ونختار ديسبليس. ما تتخضش من المنظر المرعب ده. نيجي هنا نضغط 0، نيجي هنا بقى 0.01. تمام. انت هنا بتتحكم في السمك اللي انت عايزه. تمام. فزي ما انت عايز بقى خلي السمك يبقى كويس. جميل. اضغط نيو، وهنيجي من هنا نضغط من هنا من الجزء ده اللي على اليمين ده، واختار من الايمج والموف، ينزل لحد الاختيار ده. تمام. الاختيار ده فائدته هيظهر عندك هنا ان في انحناءات. لو انت شايف كده لو واخد بالك هتلاقي في انحناءات كده. بيتحكم في الانحناءات او التجاعيد او الحاجات اللي انت شايفها دي من هنا كده. حكم فيها زي ما انت عايز. شايف من السايز تيجي كده يمين وشمال زي ما انت عايز. ماشي. جميل. هي كده شكلها كويس زي الفل. كده احنا عملنا تقريبا تقدر تقول 80 او 90% من الشيبسيه بتاعتنا. يلا بقى ازاي نظهرها انها تبقى شيبسيايه او بتاعت رقائق البطاطس واقعيه. هنيجي هنا اول حاجه نقسم الصفحه بتاعتنا كده او الشاشه بتاعتنا من نصين. هنيجي هنا الاول نعمل البلان، شيفت ايه، نجيب بلان. تمام. نعمل بقى نجهز الاستوديو الجميل بتاعنا، نضغط على 1 وبعدين تاب اديت مود، نختار الجزء ده اي زد، يطلع لفوق شويه. هنا نفس الموضوع، كنترول بي عشان يعمل بافل. ارجع تاني، شايف اسمه يعني انت وخيالك يعني الموضوع كده. وبعدين شيفت ايه، اختار الكاميرا، نفس الموضوع خليها كده. وبعدين نضغط كنترول الت 0 كده، يعني شغل فاخر من الاخر يعني. تيجي هنا 1080 عشان نخليها كده تبقى لايقه لو انت مثلا صفحتك على انستجرام عشان تطلع مظبوط عليها. ومن يضغط على الكاميرا ونعمل زوم كده خفيف، يعني تقدر تقول جي زد، اطلع فوق شويه، جي اكس الشكل اللي انت عايزه، واضغط على حبايه البطاطس ار عشان روتيت، زد عشان تبقى في نفس الاتجاه بتاع الزد كده. تمام. تمام. تعالى هنا هنجيب شيدر اديتور، اضغط على ام عشان تختفي عندك الصفحه دي. طيب عشان نبدا نشتغل على نظافه هنيجي هنا اختار اللي هو الشيدنج من هنا. تمام. تمام. ارجع تاني. يلا يا جميل. نرجع تاني هنا برضو هنا عشان احنا محتاجين نضيف اضاءه. شيفت ايه، لايتنج اريا، جي زد، اطلع كده لفوق شويه، وبعدين جي اكس هات على جنب شويه كده، وخليها 500 مثلا، انت وخيالك برضو. طيب عشان نخلي هنا الشغل هنا عالي، اضغط هنا سايكل جي فيو عشان نشوف بس الجزء اللي احنا محددينه. تضغط كنترول بي وحدد الشاشه، او حدد يعني الجزء اللي هي الكاميرا فقط. تمام. وانت مختار اللي هي الاضاءه بتاعتك دي، اضغط اس كبرها شويه كده. تمام. 1 ممكن خليها روتيت سيكا كده، جي ارفعها فوق شويه، يعني انت بخيالك يعني. شوف انت شايف الدنيا ماشيه معاك ازاي. تمام زي الفل. ممكن شيفت دي وبعدين اكس، ارجع تاني الجنب التاني كده، روتيت خليها معاك كده، شغال شغال زي الفل. طيب نيجي بقى لحبايه البطاطس بقى اللي مفردنا معاها. نرجع للشباب هنا بقى التريكايه. هنعمل ايه؟ ركز بقى في اللي جاي. شيفت ايه، نجيب ايمج تكتشر ونختار من الكالر، نحط الكالر مع البيزك كالر كده جميل. اوبن
نجيب الشيبسية بتاعتنا الجميلة دي. صورة طبعا، الصورة دي أنا جايبها من على النت عادي، BNG، تقدر أنت تجيبها من على النت، أو أنا عامة هسيب لك الصورة دي في الوصف تحت تحملها وتشتغل عليها. حط صورة زي ما أنت شايفها. طيب احنا هنرجع بس للماتيريال فيو عشان دينا تبقى معانا سهلة شوية. زود الريفرنس شوية. طيب عايزين نرجع لليو في اديتور. اضغط على البطاطساية بتاعتك الشيبسية دي، تاب حددها كلها جت معاك هنا، وانت في الجانب اللي هو بتاع اليو في اضغط اس، زوم زي ما انت كده شوية، تمام، لحد ما تغطي معاك كلها. طبعا لسه في جزء اهو، انت من هنا كده زي ما انت كده تمام، او تعمل زي ما انت عايز يعني، انت بخيالك، اهم حاجه تكون كلها مغطيه الشيبسيه. ارجع تاني بص كده زي ما انت شفتها، ادي الشيبسيه ظاهره كده زي الفل، 100 جميله كده. اضغط على الزيرو، ارجع تاني للريندر، الشيبسيه معاك زي الفل. لو شايف الاضاءه عاليه شويه عايز تشيل دي تشيلها مثلا، عايز ممكن نرجع هنا. بس قبل الإضاءة احنا عايزين نيجي الأول على البلان اللي تحت، نيو، نرجع هنا ونخلي الخلفية كده ايه يعني تبقى لايقة شوية، جميل. طبعا الإضاءة ممكن تلاقيها شديدة شوية، يعني ممكن نشيل دي خالص ملهاش لازمة، أو كنترول زد نرجعها تاني لا طلع عليها لازمة، ونديها شوية برتقاني خفيف كده، ممكن نخليها مثلا 300 مثلا، أقل من حدة الإضاءة بتاعتها. نيجي للون اللي هنا ده برضو ممكن يخلي كده، تمام. يعني انت وخيالك، يعني ما اقدرش اقول لك تعمل ايه بالظبط، انت شوف الشكل المناسب ليك ايه واعمله. نيجي هنا برضو اختار دي، ممكن نقلل الحدة بتاعتها شوية كده، تمام. يعني عشان تبقى ظاهرة حتى ما تبقاش يعني طاغية عليها، نعمل كده زي ما انت شايف. نرجع كده الماتيريال دي، نرجع تاني، في فرق كده بس عشان انا شغال على لابتوب هو قديم شوية، فشيفت دي زد نطلع لفوق شوية، ممكن نعمل روتيت الزد الشكل اللي انت عايزه بقى. بس كده يا مؤمن خلصنا. عايزين بقى نطلع بالصورة، هنيجي هنا أول حاجة خلي دي 100. فكرة انت يعني اكتب الرقم اللي انت عايزه، بس حاول تخليها يعني عدد مش كبير قوي عشان تبقى كويسة معاك، عشان ما تاخدش، خصوصا دي اللي تحت دي. اللي تحت ده خليك يعني ما تزيدش عن 200 عشان تبقى مريحاك شوية. فعامة هنخليها 100 برضه مفيش مشكلة. color management ننزل بقى هنا، دي أهم حاجة، سيبها زي ما هي مفيش مشكلة. اختار من اللي تحت very high، هي very high contrast أو high contrast، يعني شوف الشكل المناسب لك ايه، مش هتفرق كتير يعني. وبقت معاك الشيبسية أو البطاطساية زي ما أنت عايز كده. مرضي يا مؤمن؟ مرضي. تيجي طبعا من هنا ريندر وديس ريندر، تيجي معاك الصورة زي ما أنت عايز، رندر براحتك، خد وقتك براحتك. ألف مبروك، عملت شيبسية. يلا يا سيدي، مع السلامة.